السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناة اطبخها بسهولة. النهاردة هعمل معاكم الميني بيتزا بطريقة سهلة جدا وبعجينة هشة وخفيفة وبقيمة غذائية عالية جدا. هنعملها للأولاد في المدارس ياخدوها معاهم الصبح، فطار سريع في نفس الوقت ذو قيمة غذائية عالية. معانا مج من المية الدافية، ما يكونش سخن علشان ما يبطلش معانا مفعول الخميرة، يكون المية دافية. ومعانا معلقة كبيرة من السكر، وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. لو احنا في الشتاء بنحط معلقة واحدة، لو احنا في الصيف معلقة واحدة لنص كيلو دقيق. لو كيلو دقيق بنحط معلقة ونص. تمام. بندوب الخميرة مع المية. هنحط معلقة كبيرة من اللبن البودر، وبحط عليها بيضة وعلبة زبادي، وبنحط كمان ربع معلقة صغيرة من الملح، وعليهم معلقة كبيرة من الخل. الخل على فكرة بيدي هشاشة حلوة جدا للمعجنات، لأي مخبوزات هتعمليها ضيف لها معلقة خل، سواء كيكة فطير أي حاجة بيخليها هشة كده وطرية. هندوب كل المكونات دي مع بعضيها. هنحط عليها نص كيلو من الدقيق. النص كيلو من الدقيق ما خدش معايا مج واحد من المية على حسب نوع الدقيق. ولو جبتي للبيتزا في دقيق مخصص للبيتزا، هو غالي شوية بس بيدي معاكي نتيجة حلوة جدا للبيتزا. والدقيق العادي برضو اللي هو المخبوزات مش هيقول لأ، يعني هيطلع معاكي حلو برضو. انا هنا بعجن البيتزا. بعد ما عجنتها ولميتها هحط عليها معلقتين من الزيت، وافضل اعجن فيها علشان تديكي نتيجة حلوة جدا وهشاشة، تكون هشة كده وطرية زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. لازم نعجن فيها. لو عندك عجان يكون افضل، هيوفر معاكي وقت ومجهود. لو ما عندكيش هتفضلي تعجني فيها بايدك 10 دقايق ربع ساعة، ما يقلش عن كده. بعد ما تعجني فيها 10 دقايق ربع ساعة بندهن البولة دهنة زيت خفيفة من تحت ومن على الوش، وبنغطيها بستريتش ونسيبها ونغطيها بفوطة ونسيبها لحد ما تختمر. لو في الشتاء ساعة، لو في الصيف نص ساعة. معانا الصلصة. هنحط على النار نص كيلو من الطماطم، عليهم بصلة مقطعة شرايح صغيرة، عليهم فصين من الثوم، عليهم معلقة صغيرة من السكر، عليهم مكعب من مرقة الدجاج، ونص كوباية من المية. برفعها على النار لحد ما تشرب كمية السوائل اللي فيها، ميبقاش فيها سوائل نهائي. دي العجينة. بعد ما اختمرت معانا كويس جدا بطلعها، بفك منها الخمر. هحط لها هحط لها رشة دقيق بسيطة بس عشان العجينة طرية جدا معايا، طرية هي ما بتلزقش، بس عشان اعرف افردها. هقسمها نصين وهفردها. سمكها ما يكونش، هفردها بالنشابة، ما يكونش سمكها عالي علشان هي كده بترجع تختمر معانا في الفرن تاني. علشان نبطل المفعول الخمر فيها لازم نخرمها بالشوكة علشان ما ترتفعش معانا في الفرن. بتخش على درجة حرارة عالية، على درجة حرارة 200. احنا هنا خرمناها بالشوكة. دي الصلصة. بعد ما ضربناها في الخلاط وصفيناها من البذر، حطيت عليها معلقتين من الزيت، وحطيت عليها التوابل، بابريكا مدخنة، وحطيت عليها كمون وفلفل، ومعلقة من السبع بهارات، ومعلقة من الزعتر. وبرجع افردها، بحط معلقة صغيرة. انا هنا خرمت البيتزا على فكرة. بفرد العجينة بسمك بسيط، ما بتبقاش مرتفعة زي ما انتوا شايفين كده، ممكن نص سنتي علشان هي ترجع تختمر تاني. اصلا بدهن وشها كلها. انا هنا هعملها بميكس جبن،
حطي بقى زي ما انت عايزه، زيتون، فلفل، عايزه تحطي بصل حطي، بس انا بصراحه ما بفضلش البصل في البيتزا، فعلى حسب انت ما بتحبي حطي. انا هنا هحط جبنه موتزاريلا وشيدر ورومي، احط واحده من الطماطم، وواحده من الفلفل، واحده من الزيتون. حجم البيتزا على حسب ما انت عايزه. انا قطعتها، انا بعد ما فردتها قطعتها بالكوبايه، بوش الكوبايه. لو عندك غطا قطعيها بالغطا على حسب الحجم اللي انت عايزاه. والعجينه اللي بتفضل بترجعي تعمليها وتفرديها تاني. انا هنا هرش الجبنه. انا مولعه على فكره من اول ما بدات، ولعت الفرن على درجه حراره 200. بنحطها على النار مباشره، ما بتاخدش، خلي بالك انت اول ما تحطيها ما بتاخدش نار كتير، ما بتاخدش وقت كتير في الفرن، وبتستوي بسرعه. وفي نفس الوقت ما تسيبهاش تتحمر من تحت جامد، لا هي بتاخد لون بس كده خفيف. عندك مروحه افتحي المروحه هتستوي معاكي من فوق، ما عندكيش مروحه افتحي الشوايه بس، ما بتاخدش دقيقه بتكون ما شاء الله. ما تخليش الجبنه لونها تاخد لون، لا هي بس الجبنه تسيح معاكي بس ما تاخدش لون، علشان تدي معاكي المطه اللي احنا بنشوفها دي. انا هنا دهنت الصاج برشه من الدقيق، ما بيتحرقش وما بيجرالوش اي حاجه، بس علشان البيتزا ما تلزقش معانا هي كده كده، ولو ما دهناش مش هتلزق برضو. هنا بعد ما استوت معايا زي ما انتوا شايفين، والله العظيم بجد طعمها كان تحفه. هوريكم دلوقتي قد ايه هي هشه وطريه، وفي نفس الوقت الجبنه بتمط معانا. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، ما خدتش لون معانا، هي يدوب ايه استوت من تحت. الجبنه بتمط معانا اهي. الجبنه اللي انا مستخدماها هنا الحمد، ودومتي برضو بتدي مطه حلوه. صراحه الاتنين دول اللي انا جربتهم وادوا معايا مطه. انواع كتير انا استخدمتها ما كانتش بتمط معايا خالص، فدول يعني نوعين حلوين. النص كيلو ما شاء الله عمل معايا كميه كبيره، وعمل معايا الصينيه دي، ده غير ما شاء الله الكميه اللي ولادي كلوها من ميني بيتزا. فما شاء الله نص كيلو بيقطع معانا كميه كبيره جدا. ممكن هتخزنيه في الفريزر في كيس، وتطلعيه الصبح قبل ما يمشوا مثلا بنص ساعه. لو انت مش عايزه تدخليه الميكرويف او الفرن، بتدخليه ما فيش دقيقتين 3 بيكون سخن معاكي بسرعه وفك. ما شاء الله فطار سريع جدا للاولاد، وفيها مكونات كتيره. طعمها بجد تحفه، احلى من بره بكتير وارخص. اول مره تشوفوني ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.